ما تعرفكم هم عايزين ايه، ولكن خليني برضه اسالك فيما يخصك، مبالغ ماليه كبيره مطلوبه لهذا الثلاثي ان شاء الله. ما هي المبالغ مش على مره واحده، دي على سنوات يعني. على سنوات يعني. احنا كان عندنا اجتماع مجلس اداره اللي هو تم امبارح بالليل. امبارح، وكابتن احمد رفعت بذل مجهود كبير جدا في التفاوض وبالمشاركه مع كابتن ابراهيم. ان شاء الله انا شايف برضو ان محمود فتح الله وكلهم يعني برضو محافظين على انتمائهم لنادي الزمالك ايا كان القول عنهم يعني ولا حاجه. دول اولاد كويسين ومحترمين وعارفين ان احنا متمسكين بيهم. ان شاء الله هنوجد المصادر الماليه برضو اللي احنا نقدر نسدد ما يتفق عليه ومش هنفرط فيهم. ده من ناحيتنا بقى، من ناحيتهم هم مش عارف هم مخططين على ايه، لكن شايف الصوره العامه والاعلانات اللي هم بيقولوها ان هم متمسكين بنادي الزمالك. طيب سياده المستشار، بالامس في اجتماع الامس وهو يعرض عليكم الكابتن احمد رفعت نتيجه المفاوضات التي تمت مع الثلاثي، اتكلم في ارقام، مش عايز اقول ده كام وده كام وده كام، ولكن اتكلم في رقم لابد ان يتم توفيره حتى يتم التعاقد، لانه لازم يعرض عليكم عشان توفروا. يعني اتكلم في الارقام، اتكلم يعني في ارقام بس ما انتهاش فيها الى اتفاق يعني نهائي. لكن من حيث المبدا، حيث الارقام، لكن لازم هنوفر لا من حيث المبدا بالتقريب في حدود كام؟ لا ما اقدرش اتكلم عن حدود كام دي خالص، ما اقدرش بالتقريب. معلش يعني لسه لما يجي محمود برضو وهاني وحسن مصطفى يعني ان شاء الله هنوصل الى حل يعني. ولازم هنجيب المصادر وهنعمل كل شيء. يعني انتم مصممين انكم تلبوا رغبه الجهاز الفني في التجديد ليهم. بالظبط. طيب يعني برضه عايز اروح لنقطه مهمه جدا، عصام الحضري وما بين بقائه وما بين رحيله. وعصام لسه عقده مع الزمالك. هل انت شايف لو عصام تمسك والجهاز وافق يبقى من ضمن الحلول اللي ممكن توفر فلوس للنادي، او انت مع الجهاز ان عصام وعبد الواحد الاستغناء عن احدهما خساره كبيره للزمالك؟ هو دلوقتي خساره كبيره طبعا، لان دلوقتي انا ما عنديش غير عبد الواحد. لازم يكون في بديل برضه لحل محل الحضري اذا كان اتفقوا على كده. زي ما قلت انت برضه، هو القرار للجهاز يعني مش للماده بس، يعني احنا عايزين فلوس وخلاص. القرار الجهاز شايف ان في حاجه او هتحصل له مشكله من الحاجات دي، اذا عرض هنوافق. الجهاز بيبقى في ازمه، ممكن المنتخب هياخد الاثنين عبد الواحد وعصام. خد الاثنين فعلا بالظبط، ما انا اقول لك هياخدهم على طول. ماذا سيصنع للزمالك؟ انت مطالب بحارس مرمى في يناير. ما هو لازم من دلوقتي. واعتقد ان حسام وابراهيم برضه بيفكروا مين اللي عايزين يجيبوه ويعني الكابتن احمد رفعت تتكلم مع حضرتك في هذه الجزئيه؟ طبعا اتكلمنا بس كقواعد عامه، لكن لسه ما خدناش القرار من الجهاز. يعني الجهاز يعني ما انتهاش لقرار معانا. اول ما يوضح قراره، لو كان يفضل هنتمسك بيه. لو قال لا انا خلاص يعني اديت البديل خلاص هنحقق رغبه الحضري. ماشي. عامة الجهاز الفني أجاب لحضرتك ولي على هذا التساؤل وقال كيف يتعامل مع عصام الحضري ومع عبد الواحد، ولماذا متمسك الجهاز بعصام الحضري. نشوف كلام الكابتن إبراهيم حسن ونرجع تاني. الموضوع اتقفل بتاع عصام، كان في شويه، كان في حاجات كده متلخبط هو وشويه مشاكل، مش مشاكل، فكر بطريقه مش صح يعني. وقعدنا معاه وعرف، قلنا له كل الظروف وكل المواضيع ايه، وانت راجل جاي موجود في نادي الزمالك انت وعبد الواحد عشان تبقوا انتوا تشيلوا نادي الزمالك، ومش هيجي واحد على حساب واحد، يعني ما فيش واحد هيلعب على حساب واحد. الاثنين حراس، احسن حراس مرمى في وجهه نظري يعني في افريقيا وفي مصر، والنادي الزمالك محتاجهم الاثنين. فمش هينفع ان انا لاعب عبد الواحد عشان ابطل عصام، او لاعب عصام عشان ابطل عبد الواحد. يعني في وجهه نظر ناس ثانيه لا، ما يجيبش اثنين زي حراس مرمى كبار مع بعض، يعني في كبار في ان هم حراس مرمى عاليين يعني. ده وجهه نظر غريبه جدا يعني. طب انا ايه، هو في حاجه مضمونه بالنسبه لاي لعيب الكوره او حتى بني ادم اللي ماشي في الشارع؟ هو ممكن واحد وانت ماشي عربيه تخبطه، وممكن واحد يعيا، ممكن واحد يتصاب. ما هو حصل قبل كده ان عبد الواحد السيد جاله 2 رباط صليبي، والنادي ما كانش فيه عبد المنصف اللي كان موجود بس. ولو حصل حاجه ثانيه كان الامور هتبقى صعبه يعني. واحنا كجهاز متمسكين اكيد بالاثنين، فاي حاجه تحصل غير كده بقى دي حاجه ثانيه. زي لسه بقول لك من شويه، ده كل يوم لعيب الكوره بحاله.
الفتره دي الجيل الحالي هو ده كده، انما قبل كده ما كانش الكلام ده موجود. يعني فعلا انا مع الكابتن ابراهيم حسن بتفق ان ليست الامور محسومه. حتى سياده المستشار جلال ابراهيم بيؤكد ان الكابتن احمد رفعت كمسؤول عن ملف كره القدم مع الجهاز بيعرض على مجلس الاداره، ولكن يبدو ان كل الملفات مفتوحه وليس هناك حسم في اي ملف من هذه الملفات، وان كان مجلس الاداره بيؤكد على لسان سياده المستشار جلال ابراهيم ان المجلس سيوفر كل ما يحتاجه الجهاز الفني. بس عايز اضيف حاجه، يعني فضل. هو كابتن احمد رفعت والمهندس طارق غنيم يعني هم همزه الوصل في الكوره في ملف كره القدم. اصل كابتن طارق غنيم هيزعل مني بس بقول احمد رفعت بس. انا على فكره اول مره امبارح بيقول لي انت ناسيني خالص، قلت له لا ما اقدرش. الملف الكوره يا جماعه مع الكابتن احمد رفعت والكابتن طارق غنيم، والله يعينهم بصراحه يعني. عايز اروح لحاجه ابويه قبل ما اقفل ملف الكوره. اتفضل. عبد الحليم علي. ايوه. اسالك كأب بقى. ايوه. هل حزنت لرحيل عبد الحليم، خصوصا ان على فكره الجهاز حدد انه غير مسؤول، لان الخلاف الذي حدث ما بين عبد الحليم والمطراوي ادى الى استبعاد الاثنين، ولكن انت حاولت للتصالح خلال الفتره اللي فاتت. لا هي مش عمليه تصالح، انا حزين على الاثنين، لان عبد الحليم ابن نادي الزمالك وعلى خلق وانسان يعني ليه تاريخ في نادي الزمالك، وبرده الكابتن عمرو برده كده هو بقى نفس الحكايه. لكن ما حدث على الروايه اللي قالها الكابتن ابراهيم ما تقدرش تاخد قرار اذا كان الجهاز خلاص مش هيقدر يتعاون معاهم. فيعني حاجه غصب عني لازم اقول كده، استبعاده من الفريق الاول. اتمنى ان شاء الله مع الدكتور محمود سعد برضو اذا كان عايز عبد الحليم يكون معاه هكون سعداء، مش هنبخل عن ايه، بس ابعده بقى عن الجهاز اللي هو مش عايز للموقف اللي حصل، لان الموقف كان صعب شويه. فسواء هو او عمرو يعني اتمنى يكونوا موجودين حتى مع الناشئين ان شاء الله. اللواء محمد عبد السلام رد عليكم رسميا بشأن طارق مصطفى؟ لا ما ردش، لسه مفيش حاجه خالص. لكن هو رد يبقى على الجهاز الفني لانه اعتذروا عن طارق مصطفى. لا ما هو كان الامر كان هيتعرض على مجلس اداره، اللي بيعتبر مجلس اداره هو صاحب القرار. يعني مفيش حاجه. طارق مصطفى ابن النادي برضه وشرفنا يكون موجود في اي مكان، ولكن الكلام كلام شفهي، ليس هناك مخاطبات رسميه. مفيش اي مخاطبه على حاجه خالص. والكابتن حسام ابراهيم ما طلبوش حد دلوقتي على وجه السرعه ولا اي حاجه، احنا ماشيين كويس والامور ماشيه كويس يعني. بس يعني اعتقد ان الجهاز الفني اغلق ملف عبد الحليم علي تماما زي ما قال الكابتن ابراهيم حسن، وانا يعني هذه الملفات الشائكه حبيت ان يكون معنا فيها الكابتن ابراهيم حسن، ومعنا رد الكابتن ابراهيم على التصالح مع عبد الحليم علي. وهل سيكون هناك مدرب مساعد سيعرض على مجلس الاداره خلال الفتره القادمه او ام لا؟ اسمع الكابتن ابراهيم حسن وارجع لكم تاني. هل في نية للتصالح مع عبد الحليم علي؟ صالح انا منا من الموضوع اصلا. الموضوع مش بتاعنا انا وحسام مش طرف. انا وحسام مش طرف، واحد ضرب واحد تاني، ضربوا بعض، موتوا بعض. لكن هو زعلان جدا. مين اللي زعلان؟ عبد الحليم علي. من ايه؟ يعني زعلان، يعني بيقول ان كان في تربص بيه وفي كلام من الكلام ده. تربص بأمارة ايه؟ مين متربص بمين؟ ده احنا اللي مختارين الجهاز، ده احنا اللي مختارينه. طب انا لو مش عايزينه ما كنا مشيناه من الاول، ما كناش خدناه اول ما جينا، ما كناش بدايه الموسم خلاه بقى معانا. فكل واحد يقول اللي هو عايزه، انما الموضوع اتقفل خالص. الموضوع اتقفل وما بفكرش فيه وما بتكلمش فيه. اكيد في ليه دور المدرب المساعد، ليه دور وخصوصا في الماتشات الجايه وفي ان شاء الله في افريقيا، انما برضو احنا مش عايزين ايه نستعجل، عشان مجرد تدخل عنصر في الجهاز ممكن العنصر ده ما يبقاش ماشي مع نفس المستوى او نفس النوايا او نفس التفكير، ممكن يتعبنا يعني. كل الناس اللي بتجتهد وتقول الاسامي دي كلها ما حصلش حاجه. هو الحاجه الوحيده كان طارق مصطفى بكل احترام، وكلمنا مجلس الاداره واتصلنا بكابتن بطارق يحيى وقلنا له بنستاذنه في طارق مصطفى. الراجل قال لما يجي اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي، لما رجع الراجل عملوا اجتماع وقال لك لا احنا محتاجين طوارئ والموضوع ينفع كده، انما ما حدش تفاوضناش مع حد خالص بعد طارق مصطفى. ايضا داخل نادي الزمالك الحديث كثير عن توقف الدوري.
هاخد كلام الكابتن ابراهيم حسن عن توقف الدوري، ويبقى لي شيء واحد مع فرقة الكورة حتى ارجع الى هموم مجلس الادارة مع تركة الاستاذ ممدوح عباس. ولكن خليني قبل ما اروح لده اسأل حضرتك، يعني انتوا كنتوا حريصين الا يكون هناك مخاطبات مع الجهاز الفني والاطراف الاخرى الا من خلال مجلس الاداره؟ ما هو شوف يعني ايه، في امور تصعد القضيه. يعني لما اجي اقول الجهاز متربص بيا بالظبط، اجيب الجهاز ازاي واقول له اعفو او هيتعاون ازاي الجهاز؟ ما هو برضه يعني الانسان برضه في وقت الغضب او وقت الضيق متضايق، امسك نفسي عشان خاطر اخلي ليا رجع. لكن دلوقتي لما يقول لك ده بيقول ان انا متربص بيا، طب هيتعاون ازاي الجهاز معاه؟ عشان ما نحملش ابراهيم. والجهاز مش طرف ومش طرف. ما انا بقول لك، ما كمان يعني العبارات اللي بتحاول الناس ان هي تزق عشان خاطر تطلع هذه الكلمات بتجيب نتيجه عكسيه. هل انت شايف ان الاعلام بيحاول يسخن في الحته دي؟ الاعلان انا اللي بسعى اليه، مش الاعلان اللي هو سعى وهيك، هو اللي راح الاعلام وهو قال الكلام ده. طب ما تدينيش فرصه بقى، اديني فرصه حتى على الاقل نلطف الجو ونعمل اي حاجه، لكن بالعبارات دي احنا بنبعد. ماشي. عامة اروح الكابتن ابراهيم حسن او الجهاز الفني لنادي الزمالك ينتقد توقف الدوري العام، وارجع اواصل حواري مع المستشار جلال ابراهيم. فترة التوقف ديت هتبقى بالنسبة لنا متعبة ومؤلمة، لان انت راجل متاخد منك منتخب الاول، منتخب العسكري، ومنتخب الشباب، ومنتخب الاولمبي، فاحنا قصة طويلة قوي، يعني قصة صعبة جدا. اديك شايف تتكلم في 10 لعيبه في الملعب ولا 8 لعيبه، 10 لعيبه وبتحاول تطلع منهم ناشئين كتير وكده، فموضوع صعب قوي بالنسبه لنا. المفروض عايزين نعمل ماتشات وديه، عايزين الناس اللي موجوده سواء اللي بيلعبوا ومش موجود في المنتخبات او اللي ما بيلعبوش خالص، عايزين نوصلهم فورمه عشان ما تيجي الماتشات الرسميه يبقى واقفين عند خلاص عرفنا وصلوا لايه، مش عارفين. يعني هنعمل ماتش خماسي بقى ولا حاجه. الناس المنتخبات الاتحادات الموجوده سواء منتخب اتحاد الكوره او المنتخب العسكري او عامه الشباب ومنتخب الشباب والاولمبي، يبقى في جدول كده متنظم. في توقف دوت يبقى في المنتخب مثلا الاول، وتوقف الثاني بعدين فتره منتخب عسكري او منتخب الاولمبي، فاهمني؟ انما كله مع بعض، طب ما انت بتاخد الفرقه، انا بشتغل ايه؟ يعني خلاصة كل ملف كرة القدم أن الجهاز الفني بيقول إن في تعاون كبير جدا مع المستشار جلال إبراهيم، وأن الراجل منذ أن تولى المهمة وهو يبذل قصارى جهده. ختمنا لقائنا مع الكابتن إبراهيم حسن ومع ملف كرة القدم بكلمة قالها الكابتن إبراهيم حسن للمستشار جلال إبراهيم والمجلس إدارة المستشار جلال إبراهيم. ناخذ هذه الكلمة الأخيرة من الكابتن إبراهيم حسن ثم نعود إلى ملف آخر بعيد عن الكرة. يعني الناس متعاونين جدا، المستشار جلال إبراهيم ومعاه باقي أعضاء مجلس الإدارة والكابتن أحمد رفعت، العلاقة الحمد لله كويسة جدا والناس متجاوبين، وإحنا بيبقى في تنسيق في كل حاجة بصراحة. يعني أي حاجة بنقعد مع بعض ونتكلم فيها، وطلبات اللعيبة، مشاكل اللعيبة، ظروف النادي، اي حاجه، لعيب عنده مشكله، عنده عقد، عنده حاجه، الحمد لله في تنسيق كويس جدا وفي احترام في التعامل. يعني كلمه للجهاز تقولها قبل ما نقفل ملف الكوره؟ اقول له ربنا يوفقكم، لان انتوا عايزين تنجحوا، ودي ميزتهم يعني في الحياه في التدريب، انه عايز ينجح، مش بيسلم بالواقع وتيجي او ما تجيش، لا هو مصمم ان هو ينجح. انا بمثلهم بجنود حرب اكتوبر، عايزين يفوزوا، عايزين يعملوا نتيجة كويسة للنادي وليهم. أنا معاك في ده، وربنا يوفقهم إن شاء الله وربنا يعينكم. مجلس ممدوح عباس يتهم حضرتك بأنك محسوب على المستشار مرتضى منصور، وأن المستشار مرتضى منصور بارك تعيينك، ولولا هذه المباركة رغم هذا التاريخ الطويل ما جئت رئيسا لنادي الزمالك. ردك؟ رد انا هخرج بقى اروح اتخانق مع الاستاذ مرتضى منصور ونتخاصم ونتضارب عشان خاطر تبقى الصوره تتغير. انا راجل مش صغير، انا راجل يعني كنت بحكم بالاعدام، يعني راجل ليا وضعي وليا كياني، يعني مش ممكن. والمجلس معايا اللي معايا كله ناس محترمه وعندهم فكر وكلهم شخصيات كويسين، يعني مفيش حد هيوجهنا. يعني ليه هم عايزين يشكلوا الجمله دي ليه؟ الله، يعني عشان خاطر
جه الاستاذ مرتضى منصور زارنا